اليومين اللي فاتوا انتشر فيديو صادم على السوشيال ميديا لأحد نجوم هوليوود السابقين تايلر تشيس، وهو عايش في الشارع مشرد زي ما انت شايف. تايلر اتشهر سنة 2004 كممثل مراهق على قناة نيكولوديا، وبعدها شارك في أدوار صغيرة في شوية مسلسلات وأعمال فنية لحد سنة 2011، ومن وقتها حصل له اختفاء كامل لحد ما ظهر في الفيديو ده، والكل كان مستغرب ازاي ده يحصل له. الدراسات بتقول ان اللي حصل لتايلر حصل لأطفال مشاهير كتير غيره، ومتوقع يحصل لأي طفل مشهور تاني، وده لان الاطفال في الوقت ده بيتاثروا بثلاث حاجات رئيسيه بتتحكم في مستقبلهم، مهم تعرفهم عشان ما يكونش حد من اهلك هو كمان ضحيه. رقم واحد البريماتيور ايدنتيتي او الهويه المبكره. الدراسات بتقول ان الانسان الطبيعي بيبني هويته تدريجيا من سن 12 سنه ل 18 سنه، لكن في حاله الطفل المشهور هويته بتتكون بدري قوي حوالين دوره قدام الناس، بيشوف نفسه من بدري كنجم مشهور، مش طفل عادي بيجرب يغلط ويتعلم. فالقيمه الذاتيه هنا بتبقى مرتبطه بتسقيف واعجاب الناس بيه، واول ما الشهره تقل شويه الهويه نفسها بتتهز. الحاجه الثانيه هي الضغط المزمن وتاثيره على المخ. ابحاث حديثه في علم الاعصاب ومنها تحليلات منشوره في مجله سايكولوجي توداي المعروفه بتاكد ان الشهره المبكره بتعرض الطفل لضغط عصبي مزمن. الطفل في الوقت ده بيكون مطلوب منه يرتب مواعيد شغله، يكون عند مستوى توقعات الناس، ويستحمل النقد ومقارنات الجمهور المستمره بينه وبين غيره. كل ده بيأثر على نمو البريفرونتال كورتكس او القشره الجبهيه الاماميه، ودي المسؤوله عن ضبط النفس واتخاذ القرار ومقاومه الادمان. فالنتيجه ان المشهور الطفل بيبقى عنده نضج عصبي ابطا واستعداد اعلى للامراض النفسيه والادمان، وده فعلا حصل لنجوم كتار زي براد رينفرو اللي مات بسبب جرعه زايده من المخدرات. السبب الثالث الكونديشنال ابروفال او الحب المشروط. مراجعه علميه كبيره في مجله جورنال اوف بيرسوناليتي سنه 2023 لقت ان الاطفال اللي بيتحبوا ويتكافئوا بناء على الاداء والنجاح فقط نسبه الاكتئاب عندهم بتكون اعلى بحوالي 22%، لان الدماغ بيتعلم معادله خطيره جدا، وهي ان الحب بيساوي النجاح، واول ما النجاح يختفي بيحسوا انهم فقدوا قيمتهم. وده بالنسبه للاطفال العاديين، لكن في حاله اطفال المشاهير الموضوع بيكون اعنف بكتير جدا، وده معناه ان الشهره المبكره من غير حمايه نفسيه حقيقيه ممكن تسرع النجاح فعلا، لكنها للاسف بتاخر النضج العاطفي للطفل، وبيكون ثمن شهره الطفل ده هي طفولته نفسها ونفسه بعدين. انا محمد شرف بقدم محتوى علمي، لو مهتم بالنوع ده من المحتوى تابعني.